ما شاء الله تبارك الرحمن. رزق ساعة بالظبط. كمل معايا الفيديو وهعرفك على الوقت المثالي لصيد الشواطئ، ووفر وقتك ومجهودك. السلام عليكم اخواتي وحبايبي. طالع الصيد جديدة النهاردة ما شاء الله. استباحة ساعة بالظبط. شوية السمك اللي شفتوهم في اول الفيديو دولت بالظبط شغل ساعة بدون مبالغة يعني. وده برضو ان شاء الله سبب ان انا اوضح لك فيه ازاي تطلع في بحر مناسب والتوقيت المثالي اللي تنزل فيه للصيد. زي ما اتفقنا مع بعض، الصيد تراكم خبرات. فاللي حصل معايا النهاردة ده في حاجات كتير المفروض اي صياد مبتدئ او حتى متمرس بس ممكن مش واخد باله، وكتير بيوقع في الغلطات دي. الا وهي الصيد النهاردة البحر كان عدل، وامبارح كان عدل. يعني انا مرضيش اطلع امبارح الاربع وطلعت النهاردة الخميس بسبب ان البحر عدل، بس النهاردة الريح متحرك شوية. فالصيد في البحر العدل خصوصا شهر 10 و11 في الخريف ابعد عنه، او لو هتطلع يبقى تطلع الوقت المثالي استباحة وتمسية. استباحة بمعنى ايه برضو؟ ده اللي حصل النهاردة معايا. استباحة يبقى النهار يطلع عليك، النهار يشقشق عليك على المصيد بتاعك. حاول تصلي الفجر جنب المصيد بتاعك بحيث تبقى انت على المصيد بتاعك النهار يشقشق عليك وانت على المصيد. النهارده ده اللي حصل. خدت الساعة اللي هي اول ما النهار شقشق ما شاء الله ورا بعض بالجوز، كل الناس مش انا لوحدي. السمكة ما شاء الله ساعة بالظبط. خدت شوية السمك اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو وبعد كده راح جاي مريح. ده البحر العدل. اشتغل معاك استباحة ساعة ساعتين ساعة ونص انت ورزقك. والساعتين بتوع العصر امبارح الصيادين قالوا لي فضلت واقفة طول اليوم محدش خد حاجة قبل المغرب بساعة. وده حصل معايا على مدار سنين كتير. عشان كده بقول لك الصيد تراكم خبرات. كنت اطلع من البيت بعد الفجر بساعة ولا حاجة، اروح على المية وهي كانت لسه الاستباحة خالصة. وده برضو ناس جوم النهاردة كده، جوم الساعة 8 9. الساعة 9 دي انا كنت روحت 9، كنت لميت وروحت لان عارف اللي فيها هقعد هضيع وقت ومجهود وطعم على الفاضي. لان خلاص الصيد البحر يا جماعة المعلومة دي حطها كده قاعدة عندك. صيد البحر بيديك حصة الصبح وحصة اخر النهار، استباحة وتمسية. فاللي بيجي يطلع يصطاد الساعة 8 9 10 لا، ده توقيت غلط نهائي. انا مثلا ناوي اطلع اصطاد وراحت عليا نومه، صحيت الساعة 7 8 بكمل نوم ما بنزلش. في ثواني في مجال ان انا انزل ساعتين العصر بنزل تمسية، مفيش مجال مثلا بسبب الشغل وكده ما بنزلش خالص. بس الصح ان الوقت اللي انت تنزل فيه تنزل ساعة ايه؟ الفجر يطلع عليك، النهار يشقشق عليك على المصيد بتاعك على المية. خدت الاستباحة خصوصا في البحر العدل زي النهاردة كده. لكن لو البحر خشن زي الايام اللي فاتت، البحر بيرش والبحر خشن، سرعة ريح 18 و20 وحسب برضو ريح شمالي غربي. ده ان شاء الله برضو هعمل له فيديو لوحده. الريح قبل ما تنزل تصطاد لازم تكون باصص على الريح اتجاهه ايه وسرعته ايه. ان شاء الله هعمل له فيديو. واخونا وحبيبنا برضو اللي كتب لي في التعليقات على موضوع ان هو بيوعر كتير،
ده برضو ان شاء الله هعمل له فيديو الايام اللي جايه. يبقى ان شاء الله ركز كده معايا، خصوصا لو اخونا وحبيبنا المبتدئ. افضل وقت تطلع تصطاد فيه لو هتطلع الصبح بعد الفجر، خدت الاستباحه وريحت زي ما انا عملت النهارده، لم عدتك وروح. الصيد مش بطول الوقت. الاول كنت انا اقعد من الصبح لحد المغرب واقعد اهلك وقت ومجهود وطعم على الفاضي. لا، الصيد ان انت تروح في وقت السمكه حاضره فيه، وقت مناسب، اللي هو الساعتين بتوع بعد الفجر والساعتين بتوع العصر، مش بطول الوقت. لو رحت السمكه واكله وحاضره ما شاء الله، انا ساعه خدت ما شاء الله شويه سمك حلوين. واللي هيقعد غالبا ساعتين العصر ربنا يكرمه برضه وهياخد تنسية كويسة، زي الشهر اللي فات لما كنت بطلع، الشهرين اللي فاتوا زي ما كنت بطلع ساعتين العصر، كان ما شاء الله ربنا بيكرمنا. يبقى المعلومة دي احفظها وركز عليها عشان خاطر هتوفر معاك وقت ومجهود وطعم. هتفضل مريحة سمك رفيع يقعد يصفي لك الطعم وتقعد تحرق في طعم على الفاضي. وان شاء الله هسيب لكم في اخر الفيديو زي ما اتعودنا دليل شامل بالعدة المستخدمة وتحضير العدة لاخواتنا وحبايبنا المبتدئين. سامحوني بقى عشان الفيديو ما يطولش، ما اتكلمتش في تفاصيل لاخواتنا وحبايبنا اللي اول مرة يتفرجوا علينا ازاي يتعاملوا مع السمكة والحاجات دي. بس ان شاء الله تابع معايا الفيديوهات الجاية، هيكون فيها افادة كبيرة جدا لاخواتنا وحبايبنا المبتدئين، ان شاء الله اللي جاي احسن. دي طريقة تحضير العدة اخواتنا المبتدئين اللي برضو ما عندهمش خلفية. قرب كده، قرب كده. ده مدور منه خرزة وفوق منه الرصاصة، والرصاصة لازم تكون حرة نفس المنظر كده. طيب هنيجي للفرد اللي فوق عشان غالب الشغل يبقى فرد فوق وفرد تحت غالبا. حبيت تعمل فرد فوق، اسهل طريقة خصوصا لاخواتنا المبتدئين. تعالى كده، هتربط مدور هنا صغير تمام، وهتيجي هتجيب حوالي 1.20 سنتي وتربط فيه العدة من تحت. هتجيب مدور صغير تربطه بالخيط الاساسي، والفرد اللي هتربطه فوق، الفرد اللي هتربطه فوق تربطه فوق في المدور ده بنفس المنظر كده. دي افضل طريقة خصوصا لاخواتنا المبتدئين. طريقة ربط المدور العادية اللي كنت شارحها قبل كده، اللي عايز يرجع لها هي موجودة على القناة، سهلة وسريعة اهي بنفس المنظر كده. دي افضل طريقة انك تعمل صنارة فوق الرصاصة، سريعة اهو بنفس المنظر كده. تعمل الفرد 90 سم 80 سم متر على حسب زي ما انت عايز. لو في ميرة وفي سمك عايز السمك عامل كتير اعمله متر 90 سم 80 سم، كل ده شغال معاك تمام. ده بالنسبة للفرد اللي فوق. على كده نظبط العيار. واهم حاجة تيجي تعمل فرد فوق الرصاصة تخلي بين السلاح والرصاصة حوالي 25 او 30 سم عشان السنارتين ما يركبوش ما يتكعبلوش مع بعض. على كده قرب بقى طريقة ربط السنارة. واضح؟ تمام. حلقة كده صغيرة نفس المنظر. تجيب السنارة نفس المنظر كده اهي، تاخد الفرد ده كده تلفه فين اهو، برضه شارحها هتلاقيها ليها فيديو، عايز ترجع له هتلاقيها على القناة اهو نفس المنظر كده. وتشد الفتلة الصغيرة دي اهو نفس المنظر، ترجع بيه كده وترجع تأكد عليه. واضحة الصورة؟ تمام. السنارة اهم حاجة ان هي تكون واقفة كده. نعمل فرد تحت طوله متر وربع، ان شاء الله نتكل على الله ونشتغل.